بيقدم نفسه للناس وبيقدم رسالته للناس عشان يأثر فيهم وعشان يقدر يغير من أحوال الناس. سفيرتنا اللي المهرجان بيديها لقب سفيرة، وهي سفيرة عشان المهرجان أكبر داعمة لها، وسفيرة عشان بتحب الفن، وسفيرة عشان بتحب الفنانين، بتدافع عن زملائها في الفن، بتدافع عن مهنة الفن، وشديدة الحدة وشديدة الموقف ضد التيارات الظلامية التطرفية في أي مكان. فنانتنا وسفيرتنا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين. طبعا لقب يعني يا رب اكون استحق ان انا اكون سفيره للفن العربي. انا بشكركم جدا وبشكركم على استقبالكم، وسعيده بجد ان انا معاكم في تاني دوره للمهرجان، واعتقد ان دي هتبقى من اعظم الدورات. يعني دوره بتحمل اسم اكبر نجوم مصر، النجم العظيم دكتور يحيى الفخراني. شرف ليا ان انا اكون موجوده النهارده بتكرم معاه، ودوره رئيس لجنه التحكيم فيها مخرجنا الكبير الاستاذ هاني لاشين، والعظيم جدا الرئيس الشرفي للمهرجان اللي كنت اتمنى يبقى موجود معانا النهارده، اكبر واعظم مخرجين السينما المصريه الاستاذ علي بدرخان. الحقيقه الاسماء دي صعب انها تتجمع بجد في مناسبه واحده او في مهرجان واحد، فانا ليا شرف عظيم ان انا اشارك في هذه الدوره. وطبعا كنت معاكم في الدوره الاولى مع اعز صديقاتي هلا صدقي وليلى علمي، وكنا سعداء جدا، وعلى فكره كانوا عايزين يجوا تاني السنه دي لانهم حابينكم جدا وحابين المهرجان جدا، بس يعني حصل معاهم ظروف على اخر وقت فما قدروش يجوا، بس قالوا لي ابلغكم تحيتهم. والحقيقه يعني انا جايه لكم بمشاعر ال 100 مليون مصري اللي بينقلوا لكم كل التحيه والتقدير للجاليه المصريه والعربيه في امريكا. وعايزه اطمنكم على مصر، لان انا من ساعه ما جيت الناس بتستقبلني وبتقابلني في الشوارع وتقول طمنينا على مصر، طمنينا على احوال مصر. عايزه اقول لكم بجد بجد، وانا ست صادقه جدا وما بعرفش اجامل خالص، مصر في اقوى واحسن واجمل وقت ليها بجد. يعني تحيه والتقدير لرئيس مصر العظيم رئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم اللي خلانا عايشين في امان. وبجد لما تيجوا مصر، مصر كل يوم بتتغير، كل يوم بتتطور للاحسن وللاجمل. احنا شايفين تغيير رهيب وسريع جدا ما كناش نحلم بيه، وفي وقت وجيز جدا جدا. فيا رب دايما مصر في المقدمه وفي الصداره، ومصر طبعا فاتحه ابوابها مش للمصريين بس ولكن لكل الجاليات العربيه. مصر هي الام واللي دايما فاتحه ايديها وحضنها لاولادها جميعا من كل المنطقه العربيه. بحييكم. شكرا. طبعا هو يعني حالة خاصة، أنا بعتبر إن هو حالة خاصة إن هو شخصية بسيطة
حالمه، محبه، متواضعه. يعني السمات الانسانيه دي جواه.